نصر آخر للمغرب على أعداء الوحدة الترابية. نصر تحقق خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للنقابات، حيث حال وفد الاتحاد المغربي للشغل دون تضمين توصيات المؤتمر مغالطات بشأن الصحراء المغربية تقفز على الحقائق والوقائع. استطعنا تعديل مشروع التوصية التي كانت مطروحة للنقاش، والتي أدخلنا عليها تعديلات في صالح القضية الوطنية، وذلك بفضل فعالية الوفد النقابي للاتحاد المغربي للشغل. المؤتمر العالمي الثالث للاتحاد الدولي للنقابات توج أشغاله التي استمرت 6 أيام ببلورة توصيات تهم تطوير العمل النقابي وضمان حرية الحقوق النقابية والنهوض بأوضاع الطبقة العاملة وإشراك المرأة. نحن في حاجة إلى المزيد من النساء، والمؤتمر يدعو إلى إشراك المزيد من النساء وتنظيمهن وإلائهن عناية خاصة، ولا سيما العاملات في الاقتصاد غير المهيكل. حققنا تقدما كبيرا حيث تم تبني إطار عمل وبلورة سياسات تهدف إلى تعزيز تأثير النقابات على الصعيدين المحلي والدولي، والنقابيون المغاربة كان لهم حضور قوي حيث شاركوا في الورشات وكان لهم تأثير على نتائجها. من نتائج المؤتمر أيضا إعادة انتخاب هياكل الاتحاد وتوصية بإحداث قطاع جديد مهمته الرئيسة إشراك النقابات العربية في النقاش النقابي الدولي وتقديم الدعم لها ومصاحبتها. ومن بين أعضاء وفد الاتحاد المغربي للشغل الذي شارك في المؤتمر العالمي الثالث للاتحاد الدولي للنقابات أمال العمري عضو الأمانة الوطنية عضو الأمانة الوطنية التي انتخبت نائبة لرئيس مجلس الاتحاد الدولي للنقابات.